محمد طالب في ثالثه ثانوي، كان طالب في ثالثه ثانوي. المهم محمد البعبع بتاعه في ثانويه عامه هو الفيزياء. محمد من اول السنه كان سايب الفيزياء خالص نهائي، ما فتحهاش من اول السنه. المهم محمد قرر انه خلاص مش عايز يسيبها تاني. يعمل ايه؟ محمد فضل يقول كده كتير وبرضه لسه زي ما هو حمار. ففي يوم من الايام كان محمد راقد على السرير هيفتح الموبايل عشان السوشيال ميديا، احنا عارفين كلنا. جه فتح اول فيديو لقاه في وشه. ايه هو يا شادي؟ قال له الفيزياء مش حفظ ولا بعض، الفيزياء لعبه. محمد استغرب ولكن قال بس ارمي التليفون. راح فتح الكتاب، بس لأول مرة حط في دماغه إن الفيزياء لعبة، الفيزياء مش صعبة. ليه أنا بقول عليها صعبة؟ جه فتح الكتاب من أول صفحة، ولكن لما جه يذاكر خدها على إنها فهم، خد كل حاجة فهم وبعض حاجات حفظ. محمد كان متضايق ولكن كمل يوم ورا يوم ورا يوم، وفي الآخر محمد عمل إيه؟ جه في الامتحان بقى الشامل في الدرس، طبعا راح. هو كان مراكم كتير جدا، ما كانش متخيل انه هيكون كده. راح هناك وما كانش متخيل انه يقفل، ولكن محمد قفل الامتحان. طيب يا شادي عمل ايه؟ عمل انه اقتنع الاول ان الفيزياء دي لعبه. الفيزياء انت تقدر تخلصها حتى لو انت ما كنتش ذاكرت من بدايه السنه، انت تقدر تعمل من دلوقتي وتخلص في شهر 2، في شهرين بس اخلص الفيزياء ايوه وجميع المواد. ازاي بقى دي بارادتك انت؟ ظبط نفسك وظبط وقتك وحط لنفسك ميعاد، لو محاضرتين فيزياء في اليوم او محاضره كل يوم، وتكمل على كده. هتفهم، هتركز، هتعرف تلم الفيزياء كلها في وقت قليل. وده ينطبق على باقي المواد. اللي نستفاده في قصه محمد ان مرن عقلك انك ما تبقاش سلبي، خليك ايجابي. الفيزياء مش صعبه، الكيمياء مش صعبه، انت اللي بتصعبها على نفسك. ما تحطش حاجات كده صعبه في دماغك، لا، خلي كل حاجه لعبه. انت دلوقتي في لعبه ايه؟ لعبه الحياه، فلازم تكمل للاخر. ده اللي نستفاده. فلو عجبك القصه وشادي عجبك، ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والله جميل منك، واكتب لي كومنت حلو في التعليقات. حبيبي سلام.